فرحت برشا كي شفت في الاربع دقائق المسؤول يسجل، لكن بعد ذلك جول جول جول. صح شريبتكم الولاد، مرحبا بكم. باش نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي، الانتصار المهم 1-0 في موروفيا بالذات ضد منتخب الليبيري. لكن قبل هذا باش نقول لكم هذا فيديو طويل في اليوتيوب كما طلبتوا انتوما، تحبوا على الفيديوهات الطوال باش نحكيو اكثر بالتفصيل. نطلب منكم انكم تشتركوا في القناة، تعملوا لابوني وتشتركوا، لانه يعني فما برشا فيديوهات قادمة سواء في البطولات الاوروبية اللي هي من اختصاصنا ولا على منتخبنا الوطني التونسي، وممكن ندخل في اشياء اخرى، قصص كروية كبيرة ان شاء الله. المهم ننتظر دعمكم الكبير في اليوتيوب. بالنسبة لمباراة منتخبنا الوطني التونسي، كان باش تحكي على اداء، فانه لوجيكمون ما تنجمش تحكي الحقيقة يعني. اجواء صعبة جدا، رطوبة عالية، حرارة كبيرة في موروفيا في ليبيريا، الميدان والعشب الاصطناعي اللي صعب جدا. ونعرفوا لاعبين كلهم محترفين، لاعبين في بطولات أوروبية كبيرة، في بطولات حتى عربية، حتى في بطولتنا. دونك عامل الميدان باش يأثر كثيرا، ونعرفوا عامل الصيام كذلك، لأن المباراة تقريبا 90 دقيقة اللاعبين كانوا صايمين. الوقت كان وقت صيام في ليبيريا، بالتحديد في موروفيا. دونك ما تنجمش اليوم تحكي على اداء، نجم فقط تحكي على 3 نقاط، تحكي على نتيجة، تحكي على الصدارة في المجموعة، وهذا هو البليز امبورتون، وهذا هو المهم، ان نترشحوا ان نوصلوا كاس العالم. وبعد مباراة الملاوي اكيد نجموا نحكيو، نجموا نقيموا، نجموا نحكيو على اداء، لانه باش تلعب في ملعب رادس، باش تلعب تقريبا العشرة متاع الليل، باش تلعب في استادك وفي ميدانك، تعرف الاجواء، الطقس، الامور الكل. لذلك في الماتش هذاك باش يكون التقييم. اما ماتش اليوم والله صعيب برشا انك تقيم فيه، خاصة نزيدكم انه الرحلة كانت طويلة ورحلة شاقة. فما لاعبين كيما الياس العاشوري، الرحلة متاع تونس تأخرت ساعة باش ينتظروا العاشوري. العاشوري من الطائرة إلى الطائرة، من الطائرة من أوروبا قادم، طلع ديريكتومون في الطائرة مشى المروف. يعني شوف، إرهاق كبير نجم نقول لك. مانيش باش ندخل أكثر في ديتاي، باش ناخو في المجمل أهم النقاط. النقطة السيئة نقول اليوم هي تضييع الفرص، لأنه في الدقيقة الرابعة تسجل، وهذا شيء مهم جدا. الحقيقة فرحت برشا كي شفت المستوري حط أول كورة في الشباك، لأنه مهاجم يعيش بالأهداف، وانتم تعرفوا المشاكل الكبيرة في تونس وفي كورتنا، ما عندناش سترايكر نوف صريح انه يحط لك الكرة في الشبكة. هذا اللي نبحث عليه منذ سنوات. فرحت برشا كي شفت في الاربع دقائق المستوري يسجل، لكن بعد ذلك الفرحة ما دامتش، لأنه ضيعنا العديد من الفرص والمستوري ضيع. وهذا اللي ما تنجمش تقبله في كرة القدم، انه تجيك فرص سهلة وتضيعها. كنا نقتلوا المباراة، نحن خلينا المنافس، خلينا منتخب ليبيريا ينافس فينا للدقائق الأخيرة، كانوا ينجموا يسجلونا في أي وقت، كنا نجموا نتعادلوا وانا نخسروا الماتش اليوم. كنت تنجم من العشرة دقائق الأولى، من ربع ساعة الأولى يا سيدي، من الشوط الأول تخلص الماتش وترتاح، تريح لاعبينك. هذا اللي ما تنجمش تسمح به، انك تضيع فرص حقيقية. ضيعنا تقريبا 4 ل3 فرص واضحين جدا ما يضيعوش. راك تلعب في افريقيا في الاجواء الصعبة، المباريات هذه لازمك تخلصهم بذكاء كبير، لازمك بسرعة كبيرة، ما ترهقش نفسك وتخلي نفسك للدقائق الأخيرة تلعب. وممكن منافس يسجل لك في ملعبه، في عشب اصطناعي، في حرارة، في رطوبة، ويرجع عليك يقلب عليك الماتش بسرعة وبسهولة. الحقيقة هذه هي النقطة السلبية الوحيدة اللي نجم نحكي عليها، لأنه ما تنجمش تحكي على أي نقطة سلبية أخرى في الماتش. الامتلاك، البوسيشن، الكرات الضايعة، هذه ما تنجمش تحكي عليها في ظل الوضعية اللي شفتوها كلكم. تجي من سفر مباشرة في صيام في شهر رمضان، مع ملعب اصطناعي، مع رطوبة، مع حرارة، دونك ما تنجمش تحكي. لازم الواحد يكون متفاهم، صحيح في وسط الماتش تتخمر، لكن بعد الماتش كي تقعد وتفكر تقول عندهم حق، ما تنجمش تحكي. كما قلت 3 نقاط مهمة ومهمة جدا تخلينا في الصدارة. مازالت مباراة الملاوي اللي باش نحكيو بعدها برشا برشا برشا، وشكون التقييم فيها، تقييم صحيح، ونجم نقيمه في الوقت هذاك. لكن اليوم نحب نقول، إذا أنت تحب تمشي لكأس العالم كمشارك فقط فإنه عادي جدا. لكن إذا أنت تحب تصلح، تحب تتجاوز الدور الأول، تحب تخدم، مازال لنا برشا خدمة الحقيقة، لازمنا نخدموا أكثر. وما تنجمش تلوم، والله ما تنجمش. حتى الإطار الفني راهو في أسبوع وإطار فني جديد، ما زلت ما تنجمش تقيمهم، لازم تخلي لهم وقت باش يفهموا أكثر
مازال عنا برشا ما نقدموه الحقيقة في المنتخب متاعنا، عنا الكاليتي الكبيرة، عنا لاعبين كبار، عنا برشا حاجات كبيرة. مباراة 3 نقاط، فسخ وتعدى توا في الصدارة. باش نحكيو بعد مباراة الملاوي ان شاء الله. تنساوش لابوني، ما تنساوش تدعمونا في شان يوتيوب متاعنا لهنا، باش يكون فما برشا حديث. سلام.